أهلا بكم من جديد. نمر مباشرة مشاهدينا لسماع كلام السيد وزير البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، والذي أعلن عن قرب إطلاق تقنية الجيل الثالث. نستمع لكلام الوزير ونعود للنقاش. ابقوا معنا. انتهينا من تحضير الملف الإداري الذي يسمح لنا انطلاق في عملية إدخال الجيل الثالث وما بعد 3G بلس. الحكومة خذينا القرار لتأجيل هذه العملية حتى ننتهي من عملية شراء 51% من شركة أوراسكوم تيليكوم أجيري، وخلتنا نأجل في انطلاق في عملية إدخال الجيل الثالث. تأجيل في عملية إدخال الجيل الثالث هي حتى ننتهي من عملية شراء شركة جيزي، والآن العملية توشك يعني على وشك الانتهاء حسب يعني تصريحات تاع السيد وزير المالية. إذا كان انتظرنا من سبتمبر 2011 إلى يومنا هذا، والسبب هو معروف، لما لا ننتظر ممكن أسبوع، ممكن أسبوعين حتى ننتهي من هذه العملية، لأنها هذه عملية هامة. في قريب العاجل إن شاء الله سننطلق في العملية الإدارية لإدخال الجيل الثالث. البيان لسلطة الضبط هو بيان معقول موضوعي، هي ذكرت كما نقولوا البروسيسوس كيفاش نقوموا بالعملية الإدارية لانطلاق في إدخال الجيل الثالث. إذا أستاذ علي، كما استمعنا كان ملف جيزي هو الذي عرقل حسب كلام الوزير إطلاق التقنية، والوزير قال لماذا لا ننتظر أسبوعين أو ثلاثة؟ في رأيك هل ملف جيزي هو المعرقل الأكبر لتطبيق هذه التقنية؟ ما ظنيش الملف جيزي هو اللي عرقل القضيه هذه. خلاص، ملف جيزي ملف هو تاع فينانس، تاع يسمى تاع كوميرس. نعم. لا لوا تبدلت، الجزائر قالت بون بالك عندي اوكازيون باش نشري هذه الشركه، رجعها شويه وطنيه. الملف تاع جيزي فرا في 2 ديسمبر 2012. في 2 ديسمبر 2012 خرج الكومونيكي باللي جيزي شراتها الجزائر 51%، وفيبلكوم الروسيه شراتها ب 49%. هذه في ديسمبر 2012. هذه في ديسمبر 2012. نقدر نوري لكم لهنا. نعم. نعم. هذه لو سيت ويب بلومبرغ، دونك لو سيت ويب معروف spécialisé dans les finances et toutes les actions financières dans le monde, où il est annoncé باللي لوبيراسيون تاع جيزي فرات. في الحقيقه فرات 6 شهور قبل هذه لا دات هذه، قبل الكلام تاع السيد الوزير. نعم. يا حسره هي فرات في جوان نعم. تاع 2012، وتقفلت كومبليتمون في ديسمبر 2012. نعم. دونك قضيه ماشي قضيه تاع جيزي، هذه غير محسوب، غير سي دي شوز برك زافونس بور غاني دو طون. هذا ما كان، وماشي قضيه تاع موبيليس ماهيش واجده، ولا قضيه تاع لي تاس مش واجدين، ولا اذا باش نوضحوا الصوره اكثر ونكونوا بسطاء يا استاذ علي، اذا كان المشكل ليس هو جيزي، لا. والمشكل ليس هو تقني، لا، المشكل اين؟ المشكل هو عندنا الجيري تيليكوم. نعم. عندها الوقت اللي نهضروا عليه عندها 1,200,000 تاع يوتيليزاتور، الابوني تاع دي اس ال. هذو كل مرتبطين بالانترنت بلا لين فيكس. نعم. هكذا هاتف ثابت. بالهاتف الثابت. الجيري تيليكوم هذا ما عندها مدخول، عندها غير التليفون هذايا ولا دي اس ال فوق التليفون. دوكا الناس كل تشكي بلا كونيكسيون تاع الجيري تيليكوم. انت الاول كنت تهضر عليها من قبيل وكنا نهضروا عليها، يقول لك انا نخلص 100 ميجا وعندي غير 128 ولا عندي غير 550 ولا 512، واللي يخلص 2 ميجا عنده قل وهي رايحه. يسمى دوكا كي تجي نتايا دير لا 3 جي موبيل، عندك لاكلي هذيك كيما نهضروا من قبيل، لاكلي نعم. يو اس بي اكسيتيرا، وتبدا في 2 ميجا. وعلى بالنا باللي في لا 3 جي موبيل عندها لي ستاندار تاعها، كيقول لك نعطيك 2 ميجا يعطيك 2 ميجا باه بيان سور بارطاجي اكسيتيرا. نعم. شنو عندك عندك حجم كبير. ولا 3 جي على بالنا باللي تيوريكمون تطلع حتى ل 20 ميجا.
دونك غير شوف تفكر برك الناس كي تشوف باللي كاين لا 3 جي جات وعندها ديماري في 2 ميجا ونقدر نجيب 5 ميجا بطريقه اليه. يهربوا كل من عند الجيري تيليكوم يروحوا يديروا لا 3 جي وسيشال الجيري تيليكوم ما عليها غير تقفل البويته وتروح. بصح ما تنساش بلي الجيري تيليكوم فيها 25000 امبلويي، شركه راهي على كل حال اس بي ا والبروبريتير يونيك تاعها هو ليطا. ولكن الجيري دوك ما تيليكوم يقدروش تقدر هي تطلق التقنيه تاع الترواجي، والناس اللي كانوا مستفيدين من الادياسات هنا دوك استفادوا من الترواجي. لا 3 جي سي الموبيل. نعم. هما داروا خير من هذا الشيء العام اللي فات انونساو، وهذا الوزير اللي كان يهضر دوك قال باللي لا 3 جي لونسوها قبل لا فان تاع 2011 في نوفمبر. وباش الجيري تيليكوم ما قالهاش، ما نقولها، باش الجيري تيليكوم ما تخسرش في لافير هاو نعطوها لا 4 جي. هذه سما باش ما تخسرش في لافير، حاب يقول باش يرفدها، وعلى بالو باللي كون يعطي لا 3 جي برك الموبيل الناس كل تهرب من شكون شوف نهار اللي جانا التليفون الموبيل واش صار يا اخي؟ واحد ما عاد يدوموندي في لا لين فيكس. صحيح. واش صار الجيري تيليكوم؟ الجيري تيليكوم بدات تروح فيها، هذا باش نقول الكلمه اللي بحسب السهله، بدات تروح فيها، عادوا خلصوا لهم الدراهم وعادوا يتشبطوا ما عرفوا فاش يديروا يا اخي، بداو يخلطوا، جابوا جواب هذيك تاع عندنا رجعوها عندهم وبداو يطلعوا في الاسعار وبداو. علاه؟ خاطرش واحد ما حب يدير تليفون فيكس واش يديروا به؟ الناس كل عندها الموبيل. صحيح. ودوكا كي لحق الانترنت نفس المشكل. يعني المشكل اللي صرا في الانترنت دوكا الناس كل دوكا خلاص التليفون ما عادش حاجه محسوب الناس تحوس عليها. لا. حاجه عاديه عاد الناس تطلب حاجه اكثر. فوالا دوك رانا في الانترنت، دوك الناس كل الانترنت بور اللي عندهم تليفون لازم يكون عنده انترنت، ونلحقوا للدرجه كما كان يقول يونس قبيل، نلحقوا للدرجه ونلحقوا للخدمات لي سيرفيس فالور اجوتي وين من الانترنت نصوتيو لي سيرفيس، نخيروا شكون يعطينا لي سيرفيس زياده. دوك الجيري تيليكوم راهي في الاخر تبقى وين حصلت، وكان دوك يخلوا لا 3 جي تخرج ما عليهم غير يلقاو حل ال 25000 امبلويي تاع الجيري تيليكوم واش يديروا بهم، باسكو الناس كل تهرب ما يزيدوا في لي زابوني تاع الانترنت اللي راهم مليون برك، نورمالمون رانا في 6 ملايين، وكونترا يزيدوا ينقصوا والناس كل تروح للموبيل. جميل. هذه هي شوف هذه لا ريزون، نقول لك هذه لا ريزون برينسيبال علاه راهم يدوروا ويقول لك جيزي ويقول لك ماناش واجدين ويقول لك استنى. هي لا سوليسيون هذه. جميل جدا. في نظرك استاذ هو السبب الرئيسي. استاذ يونس، يعني في نظرك انت هناك بعض الكلام يقال بان التقنيه تعطل فيها لدواعي امنيه، يعني الشعب تاعنا والمواطن يسمع كثيرا هذه الكلمه دواعي امنيه. انا حاب نعرف هل الخوف من طوفان معلوماتي سينجر عن اطلاق هذه التقنيه، تعد المعلومات تنتشر بصورة آنية وفعالة وبسرعة كبيرة، هو الذي خلى الناس تقول دواعي أمنية ولا خلى أطراف تقول دواعي أمنية؟ والله شوف هذا الملف هذا تاع لا 3 جي وتالي تكنولوجي بصفة عامة، يعني الحكومة أصبحت يعني في وضعية تاع مهزلة، يعني يقولوا يبروا بأشياء اللي ما عندها لا أساس لا راس. يعني باش نرجع لهذه قضية جيزي، كاين في العالم بلدان الجيران عندهم 3 زوبيراتور، نهار اللي مدوا لا 3 جي مدوا لواحد ما صارت لا معركه. داروا قانون هما لانفسهم، داروا شروط، قال احنا نمدوا لواحد بعد سنه نزيد للثاني، وراه المشكل اللي صار. هذه مؤسسه سيدي عندها مشاكل مع الضرائب ولا مع البنوك ولا ما يديكلاري الخدامين، والشعب واش دخلوا؟ يعني درك انا حبيت ندير قانون نطبقوا على الخبازين مثلا، قال حابين نديروا قانون جديد نطبقوا على الخبازين باش هما يستفادوا والخدمه تزيد والخبز يولي النوعيه جيده وكذا، بصح ما حش نطبقوها خاطر كاين واحد الخباز في وادو شايح ما خلصش لي زامبو. شنو العقليه هذه؟ يعني الدوله تريزوني بهذه الطريقه هذه. قال انا نستناو جيزي، وعلى جيزي هو اللي يتحكم في البلاد، هو اللي ديسيدي، انت الدوله اللي ديسيدي. يعني هذا يعني الامر لما قلت جيزي، يعني اسمح لي على المقاطعه استاذ، لما قلت ان جيزي هي السبب، أنا أريد أن أسألك سؤال، هل مشكل شركة يعني هو اللي يخلي دولة أكل بدون ترواجي؟ هذا هو يعني هذا سؤال يعني مطروح. يعني بسبب جيزي المواطن يعاني؟ لا، الناس اللي يسمعوا ناظر قال اسكن في عقولكم انتم تقبلوا هذا العذر هذا اللي الناس يتبجح به كل يوم يهضروا وشغل كل لي ويقول لنا حاجة، يعني عيب. الناس تشوف فينا من الخارج دولة كامل، دولة كيما الجزائر بملايير الدولارات مبلوكيه خاطر كاين واحد الشركة عندها 3000 خدام عندها مشكلة. وش على جال 3000 خدام؟ لو كاين شركات هذا في حالة ما إذا يعني باش نشوف، ومن بعد يجيبوا أعذار أخرى.
هاي موبيليس ماشي واجده او الشعب ماشي واجد لا تكنولوجي، ومن بعد دواعي امنيه لو كنديروا لا سمارت فون طرواجي غالي. يدخلوا لنا الفيسبوك يبداو يديروا لنا ثوره الربيع العربي، تما الشعب الجزائري لاباس عليه وفرحان عنده السكنه عنده لاباس، دوك حتى يجي الانترنت باش يفيق باللي ما عندوش السكنه وباللي راه بلا خدمه. وعلى الشباب اللي ناض في الجنوب وعلى راح ليه الفيسبوك باش يقول تما الشاب وقاعد او لاباس عليه مرتاح، ومن بعد لازم ندير له لا طرواجي باش يفيق قهوي سيفري ما عنديش خدمه ما عنديش سكنه. برك ما تمسخوش يعني هذه الشعب. اعلى في نظرك اعذار واهيه استاذ يونس؟ لا ما عندهاش معنى. يعني شوف هي صح واش كان يقول الاخ علي يعني فيما يخص الجيري تيليكوم. الجيري تيليكوم راهي حجر عاثره في تطور التكنولوجيات، والشركات اللي تابعين للقطاع يعني الجزائر اتصالات ولا بريد الجزائر، هذو شركات ما تغيروش، ما زادوا ولا خدمه زياده على واش كانوا يديروا كي كانوا في الوزاره. علاش؟ لان الناس اللي يسيروا فيها سي ناس اللي كانوا في الوزاره، حبسوا في الثمانينات، راهم بنفس العقليه. يعني روح شوف بريد الجزائر، روح شوف لي الخدمات اللي قدمها، وروح احكم بريد تونس ولا بريد الفرنسي وشوف الخدمات، فرق شاسع. هذه مؤسسه اقتصاديه وتقدم الخدمات، يبيعوا الورد، يبيعوا المعلومات، البيانات، الكتب، الفيلم، كل شيء يديروه بريد. حنا مازال السيوله ما يقدرش يريق ولكن لها. استاذ يونس هناك من يقول لك بانه الشعب الجزائري كامل عندهم هواتف نقاله متطوره، يعني اغلبيه كما قال الاستاذ علي 35 مليون هاتف نقال. اطلاق التقنيه عند البعض يقول لك الجزائر ستصبح عباره عن 35 مليون صحفي، يصبح الجزائر مكشوفه. هناك من يقول لك انا مانيش حاب نكشف جميع الامور في الجزائر، وهذه اسرار دوله وهذه اسرار تاع مؤسسات وهذه امور اخرى. يعني انا دوك يعني هذا هناك قول وهناك فرضيه. لا دركا من وعلى الجزائريين ماشي يدخلوا الانترنت، كان 4 ملايين جزيري، اكثر من 4 ملايين جزيري في الفيسبوك. واش داروا؟ واش من اسرار راهم يجبدوا لنا زعما اسرار تاع فضيحه سوناطرا الناس الكل سامعه بها. واش زعما نخبيوها زعما؟ وحنا ما سمعنا بها حتى نهضروا بها في الخارج. والناس راح تسمع ولا تغطي ولا. رانا في عالم مفتوح. العالم الان اصبح قريه صغيره. درك حد نحي لي الانترنت او بالموبيل نقدر نتليفوني للناس الكل نقول لهم واش كاين. الجرائد هاو القنوات، هاي قناه كيما هذه ماش تقول حقائق. انا نسمعوا دي فوا تسمع في المواطنين لما تخرجوا للشارع يقول حقائق اللي تجرح. لما نشوفوا يعني لما تشوف حالات وين وصلت العائلات الجزائريه مرميه وين ما عندهمش طرقان مكسرين، هذو حقائق ما نقدروش يعني الدوله ولا الحكومه ولا حتى رئيس الجمهوريه ما لازمش يخبيها هذه، او على باله مسؤول عليها كما راه مسؤول عليها رئيس البلديه والوزير مسؤولين عليها. وعلى تما كي تغطيها تما الجزائريين مليحه، ولكن على بالك بلي الامور ماهيش مليحه. فلازم الناس تعرف تتكلم. ما كاش احسن على بالك وقتاش نقدروا نحلوا المشكل لما نعرفوه مليح. يقولوا فهم السؤال نصف الجواب. فلما نعرف القضيه وقالها وليك المشكل تاعنا هذا مشكل ساكن، مشكل تاع الطريق، مشكل طرواجي، مشكل كذا، الاداره، البيروقراطيه، نصنفوهم. الى اعترفنا باللي هذو مشاكل رانا تقدمنا نصف الحل تاع المشكل. بصح الا حبينا نخبيو قالوا ما كاين والو، الجزائر من الشعب مليح وبلي هذه مؤامرات. يعني لما نجي نقول انايا كيف نروح ندير لاشين باش نجيب ان فورمولير، غتقول لي هو يسيروك فيك من الخارج. علاش يعني حبينا هكذا؟ على في الخارج عندهم بطاقه الكترونيه، على في الخارج يدخل سير انترنت يخلص، وعلى هما عباد وحنا ماناش عباد. بكلامك استاذ يونس عن البيروقراطيه والمشاكل، اريد ان اطرح سؤالا استاذ علي. استاذ يعني في بيان لسلطه الضبط قالت قبل ايام بانها لم تتلقى ولا شيء من وزاره البريد. واحد يشوف البيان تاع سلطه الضبط هذا اللي تتكلم هي عن ما كاش معلومات بينها وبين وزاره البريد، يقول لك ان هناك لا يوجد تخطيط ولا يوجد تواصل اداري بين الهيئتين، وان كلا الهيئتين وزاره البريد وسلطه الضبط خطان متوازيان لا يلتقيان. في نظرك؟ هذه محسوبه راك درت صبعك في لا وين توجع. ثم راهي قد المشكل تاع لا ار بي تي والوزاره هي جات من لا لوا الاولانيه اللي داروها في 2000. هما كانوا كما كان يونس كانت ديزادمينستراسيون، كان مينيستير، ورجعوا خرجوا من المينيستير هذاك، خرجوا الجيري تيليكوم وخرجوا الجيري بوست، وقالوا بون دوكا راهي الدعوه راهي ليكونومي المارشي نديروا ريغولاسيون باش محسوب تسهل الوضع ما بيناتهم كاش ما كان مشكل ولا تحلوا. لو بروبليم سي كو ادمينستراسيون دارت ادمينستراسيون واحده اخرى. لا ار بي تي ولات ادمينستراسيون سوبر ادمينستراسيون
الجيري تيليكوم ثاني ادمينستراسيون ولا بوست ثاني ادمينستراسيون، عاد كل ادمينستراسيون ادارات. وهذه ادارات كل. وهذه 10 سنين عشنا في الحقيقه ادمينستراسيون، على هذيك اللي مزلنا محسوب لون دي ريزون اللي رانا حاصلين هكذايا، والروطا اللي رانا نعيشوا فيه 3 جي والانترنت وكل، سي كو nous avons été gérés par des administrations au lieu d'être gérés par des entreprises et surtout par régulation. Le problème تاع لا ار بي تي سي كو لا ار بي تي لو ار هذاك ا ار بي تي هذاك، الناس اللي راهي في لا ار بي تي يحسبوا راه الريغلومونطاسيون، ستادير هما اللي يديروا القانون. نعم. هما راهم هنا لو ار هذاك ماشي ريغلومونطاسيون، راه ريغولاسيون، ستادير يشوف يريغولي المارشي، يضبط فوالا، ينظم. هما بصح ينساو علاه، باسكو بليس دو سا كاين اوتوريتي يسمى راه فوق القانون خلاص، يدير واش يحب. واش صار باللي كان دي كونفلي ديجا دي الديبار، دي سيتواسيون كونفليكتوال. هاو الجيري تيليكوم ما تفاهمش مع ار بي تي، هاو لا ار بي تي ما تفاهمش مع الوزاره، هاو الوزاره ما تفاهمش مع، يعني هناك سلطات، كل واحد السلطه تاعو، كل واحد ولا سلطه. دوكا صح هم خرجوا يعني نوفيل لوا راهي يدرسوا فيها في لا بي ان. على كل حال انا قريتها ودرستها ومازال لازم نقراها ولازم ندرسها مالوريزمون نفس المشكل عاودوا جابوه، راه مازال كيف داروا حوايج صغار كما كان يقول لا بوست. ولكن استاذ علي، انت قلت الان يعني حتى لا انسى الفكره بان هناك قانون يدرس في البرلمان، ولكن يعني الا يحسسك بالاشمئزاز بين قوسين انه القانون يدرس في البرلمان من طرف من يدرس؟ من الذي يدرس القانون؟ من الذي يوافق على القانون؟ هل هم مختصين في الانترنت ام مختصين في الاتصالات السلكيه ولا سلكيه؟ هي جاب لي ربي هذه المره الاولى اللي اتصلوا بنا احنا لي بروفيسيونيل. نعم. عيطوا لنا، يعني انتم تدخلتم هذه المره الاولى احنا خلعنا كي عيطوا لنا. انا كي تليفوناو لي قالت لي المجلس الشعبي الوطني هو معك في التليفون، قلت لها غير الخير. نعم. قالت لي ودي كاين لا كوميسيون هذه يتحقق. خلعت وفرحت. نعم. والحق هذه المره الاولى جاب لي ربي، هذه المره الاولى اللي كاين كوميسيون اللي دير لا لوا عيطتنا حنايا. دونك هذه حاجه مليحه في الحقيقه. جيد، جميل جدا. مليحه. نعم. ماذا بينا حنا نزيدوا حتى تفيدوا اكثر مننا. نعم. وعيطوا لنا وسمعونا وعطينا لهم كما يقولوا هما لي زاموندمون هذوك اللي محسوب حنا نخموا باللي لازم ينداروا باش تسقم الحاله، باسكو دوكا هما اداره ويديروا القانون ليهم هما. نعم. ومن بعد كي يروحوا سور لو تيرا ما تقدرش تابليكي. ولا لا بروف سي كو لا لوا 2003 نا جامي تابليكي. ولا بروف واقعيا ما كانش. هاو انت قلت باللي كاين كونفلي ما بين المينيستير ولا ريبيتي. علاه؟ باسكو لا لوا الضربه الاولى كي داروا الاخر لا لوا في وسط لا لوا كاين الكونفلي هذا. يعني تلقى تصريح من عند وزاره وتصريح من عند سلطه الضبط لا يتناسبان. فوالا، خاطرش كل واحد راه كما قلنا كل واحد راه سلطه. ونفس الشيء داروا في لا نوفيل لوا هذه. اوريزمون عيطونا. نعم. ورينا هما تجيهم حاجه نورمال باش كيشوفوا باللي باغ اكزومبل لا ريبيتي عاودوا خلقوها من دار جديد فيها لا لوا هذه. هي تخلقت ديجا في 2003 وداروها خلقوها من جديد. علاه تخلقها من جديد؟ قال عندها حوايج زياده، عندها حوايج نقصان، دي زارتيكل عاودوا خلقوها من دار جديد. علاه؟ لا بوست ما بدلوا لها حتى حاجه، مازالهم يهضروا على التليجرام والتليغراف والتيلكس والانترنت. الكلمه تاع انترنت ما كانش في لا لوا. كيف هذا تمكن لك في عقلك؟ انترنت عنده 20 سنه وحنا عندنا دوكا راه 13 ولا 14 سنه، ولا نوفيل لوا زعما باش تدخل هذو التكنولوجيا جديده ولا 3 جي ولا انترنت. ما كانش الانترنت في لا نوفيل لوا. لا 3 جي ما نهضروش عليها، مازالوا ما عاولوش عليها توت فاصون. باش يراها في لا لوا هذه حاجه واحده اخرى. دونك دوكا المشكل سيكو هذو راهم يسيروا فينا وراهم يخموا باللي هما اللي يعرفوا واش راح يصير في 15 و 20 سنه. جاب لي ربي ما على بالهمش خلاص ورانا رايحين. كيف هذايا؟ مازال يهضر على التيلكس والتليغراف تاع زمان هذاك تاع تك 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 تاع المورس، مكتوب والله مديوره في لا لوا وديفينيسيون. هاو شو التليغراف ولا لاتر يديفيني ولا لاتر ويديفيني التيلكس. تسمع بالتيلكس انت؟ نعم. كيف تمكن لك انت في عقلك؟ هذا اسمح لي عليه، هذا يبين باللي شوف اللي دار يعني مشكل تسيير اداري ومشكل تشريع. لا شوف انا نقول لك هذا القطاع هذا قلت ونزيد نقول هذا القطاع راه مريض في التحول تاعو. ما عرفش يتحول، ما عرفوش يحولوه. علاه؟ لان سيطروا عليه اشخاص تاع تاريخ تاع زمان هما اللي داروا وبقاو محضنين هذا القطاع خايفين عليه ويسيروه بعقليه قديمه. حول بروف هاولك. نعم. باين اللي دار هذا القانون
واللي دار القانون هذا جدي هو اللي دار القانون الاولاني أيوة، أيوة. بالثغرات اللي فيه والعيوب اللي فيه وكل شيء. زادوا عطاو له ليه تعاود يدير هذا القانون. سي نورمال. هو مسكين مازال عايش في 77 78 ومش عارف ما تطورش، وانسان كبير في العمر يعني نحترموه على كل حال. انسان كبير، الناس الكبار قال انت يا صلحت في السبعينات درك كاين المفروض عليهم هم الاشراف، ولكن يكونوا ناس جدد هم اللي يقوموا لازم دم جديد، لازم الشباب. هذا شوف هذه التقنيات، هذه التكنولوجيا هذه اللي يقولها ونظن قلتها فيها هنا ذيك في حصه من قبل باش تتسقم. يعني انا كنت متمني لو كان هذا القانون هذا جابوا شباب تاع 23 25 سنه والله العظيم غير يقريوهم واش معناتها القانون، والله غير يقريو ولكن ما يثيقوش فيهم، خايفين منهم. كاين ديجا كيف الولايات المتحده دايره ثقه في انجان تاع 23 سنه داير لها شبكه ايره باكثر من مليار عبد، وانت ما تقدرش تشرك انجان تجيبهم. روح المعهد تاع الانفورماتيك كاين دي سوبر كراك، تروح للشركات في الوزاره. شوف في الجيري تيليكوم بنفسها والله غير كاين مهندسين غير بارعين ولكن غامينهم. يعني حتى مازال الانسان تاع 70 سنه هو اللي راه يمشي الى ان يصبح هذا الشاب يعني المثقف والمبدع في مجال الاعلام الالي، تجده يذهب الى القرصنه ويذهب الى امور اخرى لانه لا يجد من ياخذ بيده الى كاش عطي له يخدم. نعم. وعلى الشباب تاعنا ماهوش حاب يدير مواقع تاع الاداره الالكترونيه، مواقع تاع الصحه الالكترونيه، التربيه الالكترونيه، وهذا مساكن. طيب استاذ يونس، ان للاسف الوقت يداهمنا كثيرا وبقاتنا دقيقتين. نتكلموا باختصار دقيقه استاذ ليك عن في رايك سلبيات هذه التقنيه، يعني اذا كانت سلبيات وايجابياتها من جهه، ومن جهه ثانيه هل ترى بأن كما قال الوزير ستطلق التقنية بعد 3 أسابيع؟ نبدأ بالأخرى هذه. نعم. أنا ما نامنش، حتى لو كان من نظر كنت نامنوا ديجا من قبل. يعني ماشي غير هو أو وزارة شحال جازوا، وللأسف دائما يكذبوا في المواعيد. واحد اللي يولفك في الكذب ما تقدرش تامنه. فمن يعني الأحسن أنا كنت متمني أنهم ما يهضروش حتى تخرج الجيل الثالث ما يقولش راح نطلق، يقول أطلقناها السنة اللي فاتت ونتهناو. اما كل ما تقول الناس ما تامنش، مستحيل يصدقوه. ماشي واش الامور اللي تغيرت، واش المعطيات اللي تغيرت. يقول لي جيزي شريناها، ها باين بلي جيزي شراوها ديجا من قبل، دونك ماشي جيزي. تقول لي دواعي امنيه من بلوكي لي الانترنت، كله على مخلي الانترنت ومخلي الموبيل ومخلي القنوات التلفزيونيه. اذا حبيت تقول ما ننتظرش بعد 3 أسابيع. ما انا شوف ما ننتظرش بعد 3 أسابيع كما ننتظر يومين يفريوها. يعني قضيه مش قضيه جيزي ولا حاجه، قضيه صراحه. شوف الا كان الوزير ما يتفاهمش مع رئيس سلطه الضبط، الوزير البارد يتهم في وزير الماليه، قريناها في الصحافه، يقول بلي وزير الماليه هو سبب التاخر لانه هو ما شراش، ما فصلش في شراء جيزي. يعني شوف ومن بعد وزير الماليه يدير تكذيب، يقول لك لا حنا رانا نتفاوضوا باش نشريو جيزي، وممثلين تاع وزاره البريد راهم يشاركوا معنا، والاخر يقول لك لا ماناش مشاركين. والله يعني هناك شيء غامض لم يخرج للعلن. فهنا نظن بلي لازم تدخل تاع المسؤول الاول في البلاد. الرئيس الا راهو موافق على هذه التكنولوجيات وحب يعطي لها الاهميه كما كان يصرح، يا خويا تدخل فصلنا في هذه القضيه، نبقاو هكذا نضربوا بيناتنا. جميل جدا استاذ يونس. ولما نذكروا على السلبيات والايجابيات، اي اداه فيها السلبيات وفيها الايجابيات. شو قناه كيما هذه، حصه كيما هذه، تحب دوك نهضروا نبداو ندعيو الناس ونقولوا المخدرات ملاح والسرقه مليحه والكذب مليح، نقنعوا الناس كيما نقدروا نوجهوا هذه القناه هذه ونقولوا للناس هاوليك واش تصلح الحياه، كيفاش تنفع الجيران، كيفاش تنفع البلاد. استعملها كيما تحب، دير لها سلاح ذو حدين. جميل جدا استاذ يونس. استاذ علي، اخر سؤال وباختصار جدا، يعني هل نستطيع ان نقول كما قال الاستاذ لازمنا مجلس وزراء ومجلس حكومه واجتماع وزاري كبير باش نطلقوا التكنولوجيا في الجزائر؟ هذا واش لازمها؟ انا ما ظنيتش لازم تطلع الدرجه هذه، خاطرش كي قرروا كي قرروا في التسعينات باللي يخرجوا الاخر ليكونومي دو مارشي، باين باللي كل واحد يدبر راسو. كي داروا الجيري تيليكوم رجعوها اس بي ا ثاني كيف. دونك لو بروبليم ني با، مو جو بونس با، وقلتها صباح، البروبليم ني با بوليتيك، البروبليم سي ان بروبليم كيما قلت انت من قبل، بروبليم دو جيستيون دو كاباسيتي ماناجيريال، اتر كابابل دو جيري. هذا مكان مشكل تسيير اداري، هذاك مكان تسيير ماشي انفان ادمينستراسيون سي نعم. management au niveau du management et les décisions de management c'est des décisions de gestion. Ce sont pas des décisions de politique. وداير على هذيك لي
انا نشوفه في الجورنال في لا بريس، تشوف باللي لي ريسبونسابل بوليتيك لي بلوز امبورطون البروميي مينيستر ولا البريزيدون، نقراو باللي البريزيدون بليزيور فوا في نشوف في التلفزيون يدي ديريكتومون للمينيستر سي محمد وين لحقت انت رانا روطار، وقالها لا دانيير فوا البريزيدون دو لا ريبوبليك، قال له كيفاش لا الصومالي فاتتنا وحنا رانا مازلنا نستناو في لا طروجي كيس كي سباس، فهمنا سيدي وقالها في التلفزيون كيما البروميي مينيستر كيف دونك ابارتي مومون البروميي ريسبونسابل دو بي يقول لك باللي يهضر مع الوزير تاعو يقول له واش راك دير، حب يقول المشكل ماهوش نيفو بوليتيك، المشكل راه تحت خلاص، راه نيفو دو لا جيستيون، عندنا ان سول بروفايدر هو الجيري تيليكوم، راه بلوكي الحاله، هذا ما كان كما قال شو الحجره في الصباط. جميل جدا استاذ علي كحلان، لم يبقى لي الا ان اشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا اليوم، رئيس جمعيه ممولي خدمات الانترنت، والاستاذ يونس قرار خبير تكنولوجيا اعلام واتصال، شكرا جزيلا على تلبيه الدعوه. مشاهدينا فريق العمل وكل الطاقم يشكركم على حسن الاصغاء والمتابعه، الى لقاء اخر في امان الله.